ازيكم؟ هعمل معاكم النهارده الكشري المصري، يعني الاكله المصريه الاصيله كل الناس بتحبه. هعمله معاكم بطريقه بسيطه قوي في حله واحده. زائد هقولك على تركه كده محدش هيقولك عليها غير انا بفضل الله. انا اكتشفت كمان الموضوع ده بالصدفه. انا بعمله بيبقى حلو وكل حاجه، بس بيبقى ناقصه اللي هي تركه بسيطه جدا، اللي هي بتاعه الكشري بتاع محلات بره بالظبط. هقولك عليها باذن الله في الفيديو ده. تابعيني للنهايه وشوفي انا هعمله ازاي بالظبط. ان شاء الله الطريقه دي هتعتمديها وهتعجبك جدا. قبل ما نبتدي ما تنسيش تعملي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقه على طول. اول حاجه كده هبتدي بالحاجه اللي بتاخد تسويه وقت اطول. كان عندي هنا كميه الحمص اللي انت هتستخدميها، كان عندي حوالي ربع كيلو من الحمص، وحطيته في ميه بتغلي قبلها بليله، وسبته منقوع في الميه اللي بتغلي دي لتاني يوم عشان لما اجي احطه على النار يتسلق ما ياخدش معايا وقت طويل على النار. حطيته على النار بعد ما غسلته كويس جدا وسبته يتسلق، وبعد ما بيستوي خالص بتحطي له شويه كده من الملح وخلاص كده، مش بنحط له اي حاجه تاني. هنيجي لتاني حاجه بقى. هنا احنا كنا تاني يوم وقت ما كنت بعمل الكشري حطيت ربع كيلو من العدس، طبعا ضعف الكميه زي ما انت عايزه، في ميه بتغلي قبل ما اعمل الكشري بساعه واحده. طبعا بينزل اللون الاسود بتاعه ده. هنا كان بقاله ساعه بالظبط في قلب الميه اللي بتغلي، وهغسله كويس جدا. هنزل منه الميه الغامقه دي وهسيبه يتصفى وهركنه على جنب. تمام كده. عقبال بقى ما العدس بتاعي يتصفى ابتدي اعمل الصلصه بتاعت الكشري. عندي هنا حلة على النار، حطيت فيها شوية كده من الزيت، ونزلت كده بمعلقة كبيرة مليانة من التوم، عاملاه في الهون او مهروس او مفروم ناعم. المهم يعني هفضل اقلب فيه على النار لحد ما اشم ريحة التوم ويبقى لونه معايا ذهبي فاتح، مش عايزة التوم يغمق. تمام كده. طبعا في الاثناء دي هكون انا ضاربه كميه الطماطم بتاعتي في الخلاط. كان عندي حوالي كيلو من الطماطم، ضربته في الخلاط في ميه قليل عشان خاطر ما ياخدش معاكي وقت طويل قوي على النار، تفضل تغلي لغايه ما توصل للقوام اللي احنا عاوزينه. المهم بعد ما وصل التوم للون اللي انا عاوزاه دهبي فاتح، نزلت ب3 معالق كبار من الخل على كيلو من الطماطم، وهقلب كويس جدا. وبعدين هنزل بالطماطم بتاعتي اللي انا ضرباها في الخلاط، طبعا مش متصفيه. طبعا الطماطم عندي كانت حمرا فانا ما احتجتش ان انا احط بابريكا او صلصه. المهم يعني نزلت بمعلقه كده من الملح، ظبطي الملح زي ما انت عايزه. معلقه صغيره من الكمون، وهحط معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ودي حلوه جدا بتديلك ريحه حلوه قوي للصلصه. هنيجي بقى للمكون اللي انا قلتلك عليه. بصوا، في مكون عند العطار اسمه كلفة الكشري او بهارات الكشري او بهارات الصلصة بتاعة الكشري. بالثلاث اسامي دول بتبقى موجودة عند اي عطار كبير بيبيع البهارات اللي بياخدها مثلا بتوع محلات الكشري بيحطوها على الصلصة. فيها برضو البهارات بتاعة الجزارين اللي بيعملوا اللي هي بهارات السجق اللي بيعملوا بيها السجق. هتلاقوا ان البهارات دي بالظبط نفس ريحة الكشري اللي احنا بنجيبه من بره، ونفس ريحة الصلصة اللي هي بتبقى ريحتها قوية قوي دي. البهارات دي رخيصة جدا، و هتلاقوا انتوا ريحتها حتى من قبل ما تعملوا كشري ريحتها كانت مغطية عندي في المطبخ على ريحة باقي البهارات من كتر ما هي قوية. المهم يعني هي رخيصة مش غالية، وعند اي عطار كبير زي ما انا قلتلك. حطيت معلقة كبيرة مليانة على كيلو الطماطم، وقلبت الصلصة وسبتها على جنب تستوي. وطبعا ظبطت الملح بتاعي. هنيجي خلصنا على كده؟ لا طبعا. جبت حلة كبيرة نزلت فيها بربع كيلو من الشعرية وشوية طبعا من الزيت، وهبتدي اقلب الشعرية كويس جدا لحد ما تاخد اللون الحلو ده. وهنزل عندي بنص كيلو من الرز المغسول والمتصفي. ليه نزلت بالرز الاول؟ انا عايزه افضل اقلب الرز مع الشعريه في الاول، وده اللي هيخلي لك الكشري مفلفل جدا زي ما انت شفتيه في اول الفيديو، زي ما هوريه لكم برضو في لقطه في اخر الفيديو. المهم قلبته حوالي دقيقتين على النار، ونزلت بربع كيلو كده من العدس اللي انا وريته لكم غسلناه وصفيناه وكده. وما تتأيديش بمقدار، يعني مثلا في ناس بتحب المكرونه بتاعه الكشري اكتر من الرز، وفي ناس العكس.
انا هقول لك على المقدار اللي انا حطيته بالظبط. انا حطيت ربع كيلو من الشعريه، نص كيلو من الرز، ربع كيلو من العدس بجبه، وحطيت كمان 200 جرام بس من المكرونه، لان المكرونه حجمها بيزيد. وما بحطش كذا نوع من المكرونه، هي مكرونه اسباجيتي بس او مكرونه مرمريه صغيره، اختاري اللي انت عاوزاه. يعني كسرت المكرونه صغير عشان خاطر لما بتستوي كمان حجمها بيكبر وبتطول. المهم ان انا قلبت كويس جدا، ونزلت بميه مغليه على قد الرز بالظبط. حطيت بقى معلقه من الملح، معلقه صغيره من الكمون مش مليانه، ومعلقه صغيره مليانه من البهارات اللي احنا لسه حاطينها على الصلصه، عشان برضو تدي ريحه عندي للرز كده ويبقى حلو جدا. المهم ان انا قلبته كويس جدا. الميه قد ايه؟ الميه سواها بالظبط، ولازم ميه مغليه عشان خاطر المكرونه معاكي ما تعجنش. المهم يعني اول لما اتشربت الميه وطيت على الرز وسبته يتشرب ويستوي براحته، وطبعا بتتابعيه. نبتدي نعمل بقى الدقه السريعه كده. كوبايه كده فيها من الميه اللي بتغلي، حطيت فيها معلقه صغيره مليانه من الثوم، ومعلقه ملح صغيره ممسوحه، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الشطه، وحطيت نص معلقه من الكزبره الناشفه، ودي بتديلك ريحه حلوه جدا للدقه. وهنزل بعصير ليمونه كامله، وهحط معلقتين كبار بس من الخل، بس مش هحط اي حاجه تاني. طبعا بتظبطي الملح بتاعها، ودي نفس الدقه بتاعت بره بالظبط، بسيطه وسهله وطعمها حلو جدا. لو مش عايزه تحطي شطه تقدري تحطي بابريكا. المهم ان انت تدي لها سنه لون احمر كده زي ما احنا بنشوفها في الدقه بتاعت بره. ولازم ميه مغليه عشان المكونات كده تدوب في قلب بعض وتديلك طعم حلو. طبعا سبتها تبرد على جنب. اخر حاجه بقى عملتها البصل. جبت كميه البصل، ويفضل يكون بصل ابيض، بس انا ما كانش عندي، استخدمت البصل الاحمر عادي، وقطعته رفيع جدا زي الشيبسي. وبعدين معلقه كبيره من النشا او من الدقيق، وهبتدي احطها على البصل بتاعي، وابتدي افرده كده، وهحمره التحميره العاديه خالص. فما كانش فيه داعي ان انا اصورها اللقطه دي الصراحه. هنا كان الكشري عندي خلص. بصوا الكشري عامل ازاي، مفلفل. والله العظيم انا ما بحبش احلف على اكل، بس الكشري ده مش هتاكلي في حلاوته، ومش هتاكلي كشري تاني من بره لو عملت الكشري بالطريقه دي. وطبعا حلو جدا، وبيرمي معاكي كميه، طعمه جميل. وان شاء الله باذن الله الطريقه دي تعجبك. طبعا قدميه بالطريقه اللي انت عاوزاها. ان شاء الله باذن الله الفيديو ده يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.